النقطة رقم 7 والأخيرة وهي الغلطة اللي قُلت لكم إن في ناس كتير بتعملها، وهي إنه ناس كتير ذكية اجتماعيًا بتفتكر إن هي ممكن تقدر تفضل تحاول أكتر وأكتر مع الشخص اللي قدّامها، وده غلط، لإنه ساعات كتير ببساطة بيبقى أقوى من الكلام هو الانسحاب، أو إن أنتم ما تقولوش حاجة خالص، ببساطة تورّوا اللي قدّامكم إن أنتم خلاص مش موجودين، وهو ببساطة هيبدأ يستوعب هو خسر إيه. وفي النقطة دي أنا مش باقصد بيها إن أنتم تبقوا خُبثا أو إن أنتم تضايقوا اللي قدّامكم، بس ببساطة إن أنتم تعرّفوا اللي قدّامكم إن أنتم فعلًا كان ليكم قيمة في حياتهم، وإن أنتم فعلًا وجودكم بيفرق، بدل ما أنا اللي أفضل أحاول أقنعه بالكلام وأقول له أصل أنا باعمل وأصل أنا باسوي، لأ خلاص، ببساطة كل الحاجات اللي أنتم بتعملوها للشخص اللي قدّامكم بطّلوا تعملوها، بطّلوا تتكلّموا وبطّلوا تسألوا وبطّلوا تدّوا اهتمام خالص، لإنه ساعات كتير ده اللي هيخلّي الشخص اللي قدّامكم العكس، بدل إن أنتم بتحاولوا تجروا وراهم، هم اللي بقوا ييجوا لكم وهم اللي بيحاولوا يشدّوا انتباهكم تاني، عشان يرجّعوا الحاجة اللي هم خسروها لمّا أنتم مشيتوا. ودايمًا افتكروا إن ببساطة الذكاء الاجتماعي مش بس هيفتح لكم أبواب، بس هيخلّوا كمان حياتكم علميًا هيخلّوا حياتكم أطول، هيخلّيكم أسعد، هيخلّيكم إن أنتم تبقوا أقل عُرضة للاكتئاب والإجهاد، وده وفقًا للدراسة اللي اتعملت من جامعة هارفارد على مدار 80 سنة. سؤالي بقى ليكم في الكومنتات، اكتبوا لي إيه أكتر نقطة فعلًا حسيتوا إن هي اتعملت معاكم أو فرقت معاكم هتبدأوا إن أنتم تعملوها.